انا عارفه ان ما ينفعش نغير في الثوابت، بس انا مش بحب الشاورما التقليديه. ده بقى الساندوتش اللي عمركم هتندموا على تجربته، حقيقي استاهل عليه براءة اختراع. يلا نعمله سوا. جبت اكبر طاسه عندي وحطيت عليها حوالي 5 معالق كبار من الزيت، ولما الزيت سخن نزلت بكيلو من اوراق الفراخ متقطع شرايح رفيعه. ممكن طبعا تستعملوا صدور الفراخ. سبتها شويه لحد ما خدت لون من تحت وقلبتها، وفي المرحلة دي أضفت لها معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود وكمون والبابريكا وبهارات شاورما. ممكن تضيفوا أي توابل بتحبوها، ولو في توابل من دي مش بتحبوها ممكن تستغنوا عنها. نقلب الفراخ مع التوابل ياخدوا تقليبة حلوة كده، وأنزل عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة شرايح أو بصلتين صغيرين وأقلبها مع بعض. وبعد كده أنزل بالفلفل الأخضر والألوان، بس أهم حاجة في الوصفة دي الفلفل الألوان بيديها طعم جميل جدا. أديهم تقليبة وأغطي عليهم حوالي 4 دقايق، وفي الوقت ده أضفت طماطماية كبيرة متقطعة صغير أقلبهم وأغطي عليهم 5 دقايق. وفي المرحلة دي هضيف المكونات السحرية اللي هتغير مسار الساندوتش وتخليه جوسي، ألا وهي 6 معالق كبار من الطحينة، وزيهم برضو 6 معالق كبار من الكاتشب، ونقلبهم مع بعض. شايفين بقت قد ايه غنية وجوسي، حقيقي ولا اروع. وهنا هعمل الساندوتش واستعملت عيش صاج، ممكن تستعملي اي عيش موجود عندك، لبناني او تورتيلا. ودهنت العيش بالتومية وحطيت فوقها الشاورما والبطاطس وخيار مخلل متقطع شرايح طولية وموتزاريلا، واطبق العيش من الجنبين والف رول كده. ساندوتش رهيب وفيه كمية اطعمة مش طبيعية. وعشان اقرمش العيش واسيح الجبنة حطيته في الجريل. ممكن اعمل الخطوة دي في الطاسة على رشة من الزيت او الزبدة. الوصفة دي اختراعي ومش هتلاقوها في حتة تانية. انا مسمياها شاورما فادية. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة. كان معاكم وسام العزاوي من فادية رسمي.